إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فوقف فقال بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال فيؤمن الله تعالى خوفه ويقر عينه. فما عظيم لزوم السنة واجب أوجبه الله علينا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وما آتاكم الرسول فخذوه فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يعني أمرنا الله عز وجل بوجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ الإسلام المجدد لما ذكر معنى شهادة أن محمد رسول الله قال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا ما شرع وأنه عبد لا يعبد ونبي لا يكذب عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى السنة لا شك أنها هي سفينة نوح. وكم من حديث، وهذه الكتب التي أشار إليها المؤلف كلها تحث على السنة والتحذير من البدعة. ولكن فائدة للجميع، السنة لا تفهمونها ولا الكتاب إلا بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين. فعظموا الآثار. تعلمون أن الله عز وجل أثنى على صحابة نبيه ثناء عطرا كثيرا في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين لقد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعونك تحت الشجرة حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم. من هم؟ الصحابة. النصارى لما أسلموا قالوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وأن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. من هم؟ الصحابة. لما أسلم النصارى قال لا نريد مع هؤلاء مع القوم يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله وقالوا جنات وذلك جزاء المحسنين. أيضا يقول الله عز وجل في آية كان الشيخ الألباني رحمه الله يستدل بها كثيرا على وجوب لزوم منهج السلف، وهي قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم؟ الصحابة. يقول هذه فيها وجوب لزوم منهج الصحابة. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما العاقبة إذا خالفت سبيل المؤمنين؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. أما السنن فلا تخفى عليكم. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ما معنى أمنة عبد الله؟ يأمن أمان لهذه الأمة من البدع، من الشرك، من الكفر، من الخرافات. أمناء لا يمكن أن يختل جانب الدين وهم فيها. أمانة الأمة. فإذا ذهب أصحابها أمة بموت الصحابة خرجت قدرية، مرجئة، جهمية، معتزلة، خوارج. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بنا. فالأحاديث الموجبة لنا بلزوم منهج الصحابة كثيرة جدا. ولذلك قال ابن مسعود لما رأى القوم الذين في المسجد يسبحون 100 ويكبرون 100 معهم حصى ابتدعوا في الذكر، فلما رآهم قال إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. يكون هذا؟ ما يكون. يقول أنتم بين خيارين: إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة ولا أخالكم إلا كذلك. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم.
هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، يأتي الشاهد، وهؤلاء أصحابه متوافرون. أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. لماذا تكلفتم وابتدعتم ونحن بينكم؟ ألا سألتم؟ ويحكم يا أمة محمد ما أسر حركته. فالله الله معاشر الدعاة والمشايخ عليكم بالآثار، والحمد لله أنها يسرت لكم اليوم، ألف فيها وجمعت وحصر الصحيح من الضعيف، فاستشهدوا بها كثيرا. ولقد كان الإمام أحمد ويقول: أفتيت في 60,000 مسألة ليس لي منها شيء. قالوا: لمن؟ قال: لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ظفر بهذا اللقب العظيم إمام أهل السنة والجماعة. أدركنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز قدس الله روحه في الجنة في الحج يوجب دماء ويوجب كفارات، وإذا استدل قال هذا قول ابن عباس، وهذا قول ابن عمر، وهذا قول عمر، وهذا قول أبي بكر. فكونوا سلفيين أثريين على خطى سلفكم الصالح من الصحابة والتابعين، وعظموا آثار الصحابة رضي الله عنهم وبينوها للناس. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من قال أنا أفهم الكتاب والسنة بدون فهم سلف هذه الأمة فهو مبتدع ضال. فعظموا هذا الجانب، وهو ما جاء عن الصحابة من الفقه والآثار والفهم والتفسير. الآن عندنا التفسير نوعان: تفسير بالمعقول وتفسير بالماثور. بأيهما نظفر؟ بالماثور. ولماذا لابن كثير عندنا هذه العناية والمحبة والإقبال؟ لأنه تفسير بالماثور، فسر القرآن بالقرآن، وفسر القرآن بالسنة، وفسر القرآن بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، فكان له عند المسلمين هذا القبول العظيم.